السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي ندير معكم بسيطلات صغار باقل تكلفه ان شاء الله. ديروهم لوليداتكم وغادي يجيو يعني ولا اروع. غادي ناخذوا واحد الخمسة المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مدقوقين. من ناحيه التوابل عندنا الخرقوم، تحميره، راس معلقه ديال الكمون، فصوص ديال 4 الفصوص ديال الثوم، عندنا معلقه كبيره ديال توابل الحوت، راس معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال السكنجبير. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو في هاد الشرموله ديالنا اللي غادي نخدموا بها الحوت ديالنا. معلقه كبيره ديال الحامض هكذا مصير مدقوق، وجوج معالق كبار ديال الحامض، ونص كاس ديال زيت العود، واحد شويه ديال الملح، يعني الملح ما نكثروهاش. غادي نخلطوا هاد الشرموله ديالنا هي اللي غادي نخدموا بها. من ناحيه الحوت انا خديت هاد النوع لي سبادو، يعني ما فيه لا شوك لا والو، عندي كيلو هنايا. درت معاه شويه ديال الابزار، شويه الملح، شويه ديال الزعتر، واحد جوج الوريقات ديال ورق سيدنا موسى، وواحد القطرات ديال الحامض. غادي ندخلوا الفران يطيب على 180 درجه من الفوق ومن التحت، يعني ما نخليوهش يتحمر بزاف وما نخليوهش ينشف هكذا، باش ملي نكونوا نفرتو يعني ما يجيناش قاصح. ناخذوا مقله نديروا فيها بصله كبيره ديال البصله حريف يعني موجوده دابا، وغادي نديروا شويه ديال الزيت، شويه ديال الملح، واحد العلبه ديال الشامبينيون. انا شامبينيون درت معلب، الا بغيتو ديروا نتوما طري غادي ديروه. خديت الشعريه هنايا كبيت عليها الماء طايب مع مرقه ديال سيدنا موسى، خليتها 5 ديال الدقائق. من بعد ملي شفت داك البصله هبطت لنا، ضفت عليها الشعريه اللي قطعنا مع واحد 3 المعالق كبار ديال الشرموله اللي حضرنا. هاد المطيشه يعني على حساب الرغبه ديالكم. انا كندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه هكذا مركزه. كنخلي ديك الشعريه ديالنا تتشرب شويه تماما، وغادي ناخذوا الحوت ديالنا غادي نفرتو بحال هكا ونخليه طريفات كبار اللي باينين، ونضيف عليه 2 معالق كبار ديال الشرموله. انا ما كنديرش الشرموله من الاول، وانما حتى كنخرج الحوت ديالنا من الفران. غادي ناخذ المقله اللي كنت صوت فيها نيت الشعريه ديالنا، غادي ندير فيها هكذا. عندي هنا واحد 4 ديال الكروفيت اللي درتها مع شويه ديال الملح، شويه ديال الزيت، ودرت واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله. وطب ملي طاب زولته. هنا كنخلط المقادير كامل، الشعريه والحوت ديالنا، وضفت واحد المعلقه ديال الهريسه الا كنتو كتاخذوا الحار. خلطتهم بحال هكذا، والكروفيت خليته بوحدو هو اللي كندير من الفوق. خديت هنا واحد شويه ديال الفرماج محكوك كيعطينا واحد النسمه زوينه في البسيطلات ديالنا. من بعد كناخذ الورقه ديال البسطيله الكبيره، كندهنها بالزيت مع شويه ديال التحميره باش كتعطينا اللون وكتعطينا في نفس الوقت القرمشه. يعني الا درتو هذه الطريقه هذه راه كيجيو ولا اروع. والتقرمشه ديال الورقه السر ديالها هو الزيت اللي كندهن بها الورقه، والطياب ديال الفران. الطياب ديال الفران ضروري نخليوهم يطيبوا على خاطرهم 180 درجه، ونخليوهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. كناخذوا هكذا الورقه وكنجمعوها بحال غادي نديروا هكذا حزمه. شوفوا الطريقه ديالنا باش كتكون لينا هذوك لي بلي اللي كيكونوا في البسيطلات. تناخذ بحال هكذا نجمعها، وكنلوي غير لويه وحده كما موضح في الفيديو، لويه وحده. ومن بعد كنحل هذيك الورقه ديالنا باش كتعطينا بحال شكل الورده. يعني طريقه راها ساهله، ما كنحتاجش نديروا لا دقيق لا حتى شي حاجه، يعني غير كنقلبها بحال هكذا صافي. وهذوك الجوانب كامل كنديرهم من التحت صافي، ونحط في اللاطه. هذه هي الطريقه اللي كندير. كيجيو بسيطلات اللي هما زوينين وفي المنيضر زوين، وكندهنهم هكذا بالزيت اللي مخلطاها انا مع التحميره صافي حتى كنكمل البسيطلات ديالي كاملين. هانتوما كما شفتوا راه الطريقه كتجي واعره، يعني كيجيو هكذا كي الوريضه. كندخلوهم الفران يطيبوا. من بعد ما كيخرجوا يعني التقديم نتوما راه غادي ديروا التقديم اللي بغيتو. انا اختاريت انني ندير واحد كروفيطات هكذا مشحرين في المقله، ووحدين درت فيهم طونش هكذا ديال الحامض. جربوا هذه الطريقه وان شاء الله غادي تعجبكم، وغادي تجربوا من وليداتكم كما كتشوفوا باقل تكلفه. يعني درت 2 ديال انواع ديال الحوت، درت لي سبادو ودرت الكروفيت، وجاو ولا اروع ولا اروع. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم.